عقوبات ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال الخروج المبكر من كأس العالم للأندية وتزايل المجموعة بخسارة جديدة أمام بورتو في المباراة الأخيرة، ومكافآت تصل ل 3 مليون جنيه تنتظر كل لاعب حال تحقيق السيناريو الأصعب بالفوز بالمباراة بفارق 3 أهداف وخسارة إنتر ميامي من بالميراس في نفس التوقيت. الكابتن محمود الخطيب يرفض الحكم المبكر على ريبيرو وإقالة المدرب الأسباني حال وداع الفريق كأس العالم للأندية من دور المجموعات، وذلك بعدما أبدى العديد تحفظاتهم على المدرب الأسباني وشخصيته الهادئة زيادة عن اللزوم والتي لا تتناسب مع الفريق. الأهلي يخطط لمنح لاعبيه راحة أسبوعين حال الخروج من كأس العالم للأندية قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، واجتماعات عديدة تنتظر الكابتن محمود الخطيب مع ريبيرو في تلك الفترة لحسم موقف العديد من لاعبي الفريق أمثال أشرف داري وأليو ديانج ومحمد هاني وحسين الشحات وعمر كمال عبد الواحد، وحسم بعض الصفقات في مركز الظهير الأيمن ومركز الظهير الأيسر ومركز المهاجم وخط الوسط. المستوى المزري الذي ظهر به محمد هاني في المونديال وعدم تقديم عمر كمال عبد الواحد مستوى مقنع للجهاز الفني في التدريبات يؤكد أن الأهلي يحتاج لتدعيم فوري للفريق بلاعب قوي في الجبهة اليمنى على شاكلة محمد الشيبي. إمام عاشور يدخل في نوبة بكاء شديدة بعد خسارة الفريق أمام بالميراس نظرا لعدم قدرته على التواجد في الملعب ومساعدة الفريق بسبب الإصابة. ريبيرو يدرس جديا إجراء بعض التغييرات على التشكيل الأساسي للأهلي في مواجهة بورتو الأخيرة في دور المجموعات، والدفع بأحمد رمضان بيكام وأليو ديانج أساسيا والاعتماد بشكل أكبر على أشرف بن شرقي، وذلك في ظل إيقاف مروان عطية وشكوى أشرف داري من آلام عضلية وظهور تريزيجيه بمستوى متراجع في مواجهة الأمس، بعدما رفض ريبيرو دخول البطولة بقائمة كاملة وتمسك بضم 28 لاعب فقط. الأهلي يدخل مواجهة بورتو بدون إمام عاشور وطاهر محمد طاهر ومروان عطية بالإضافة إلى أشرف داري وأحمد نبيل كوكا التي تحوم حولهم الشكوك حتى الآن بسبب وجود إصابة لدى الثنائي. ليدخل الأهلي المواجهة بقائمة مكونة من 23 لاعب فقط من بينهم 3 حراس مرمى. جماهير الأهلي ترفض القسوة على وسام أبو علي بعد تسجيله هدف في مرماه بالأمس، خصوصا أن نفس اللاعب في المباراة الماضية أخرج كرة من على خط المرمى. فوز بوتافوجو تامن الدوري البرازيلي على باريس سان جيرمان بطل أوروبا بهدف نظيف بكأس العالم للأندية وتصدره المجموعة ب6 نقاط وحاجته لنقطة واحدة فقط أمام أتلتيكو مدريد في المباراة الأخيرة لضمان الصدارة والتأهل، وفوز بالميراس على الأهلي بطل أفريقيا بثنائية نظيفة وتصدر المجموعة التي تضم الأهلي وبورتو، وفوز إنتر ميامي على بورتو يؤكد أن موعد البطولة وإقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خدم فرق أمريكا اللاتينية بشكل كبير، خصوصا أن الجميع هناك في منتصف الموسم ولديهم لياقة بدنية عالية بعكس فرق أفريقيا وأوروبا الذين ظهروا بمستوى بدني متراجع، وأنه من الممكن جدا أن نشاهد فريقين على الأقل منهم في نصف النهائي. انتقادات عارمة في البرتغال لبورتو ولاعبيه بعد الخسارة أمام ميسي وإنتر ميامي، وإيفان ماركانو ظهير أيسر الفريق يعتذر عن الخسارة ويتوعد بالفوز على الأهلي رغم صعوبة تأهل الفريق لدور ال16 وتعقيد موقفه، وسط إشادة بعض المرتزقة الذين ينتمون لنادي محلي بي. عادل عقل الخبير التحكيمي لليوم السابع يتفق مع ناصر عباس والعديد من خبراء التحكيم الآخرين ويؤكد أن الحكم الإنجليزي أمس لم يوفر الحماية الكاملة للاعبي الأهلي من تهور لاعبي بالميراس، وأنه كان هناك ركلة جزاء صحيحة لوسام أبو علي لم يتم احتسابها، والأكثر غرابة بالنسبة له أن الفار لم يتدخل في اللعبة مطلقا، وأن هناك طرد مستحق اللاعب بالميراس البرازيلي أوجوستين عندما لعب بقوة على قدم وسام أبو علي. مروان عطية يؤكد أن لعب مباراة بالميراس في الساعة 12 ظهرا بتوقيت أمريكا كان صعب للغاية لكنه لم يكن مبرر للخسارة، وأنه طالما هناك حظوظ متبقية في التأهل فالفريق سيتمسك بها إلى أقصى درجة وسيحاول استغلالها. كريم الدبيس يؤكد أن الأهلي ليس لديه ما يخسر وسيخوض المباراة المقبلة على قلب رجل واحد للفوز بغض النظر عن أي شيء من أجل الجماهير التي تستحق الكثير. محمد علي بن رمضان يؤكد أن لاعبي الأهلي سيتحملون المسؤولية وسيعملون على معالجة السلبيات التي ظهرت في المباريات السابقة والتركيز بشكل أكبر أمام بورتو على أمل استغلال الفرصة الأخيرة في التأهل. ويؤكد أن توقف المباراة أمس كان صعب وتسبب في إحباط اللاعبين الذين كانوا يرغبون في القيام بردة فعل قوية، خصوصا أنه جاء بعد الهدف الثاني مباشرة للفريق الخصم. ميسي يعرب عن سعادته بالفوز على بورتو ويؤكد أن فريقه أظهر روح قتالية عالية وقادر على الذهاب بعيدا في البطولة والمنافسة على اللقب، ويؤكد أنهم شعروا بمرارة بعد نتيجة المباراة الأولى والتعادل فيها، خصوصا أنهم كانوا قريبين جدا من الفوز. ميدو فازلوكا أفشل من أنجبت الكرة المصرية على مستوى اللاعبين والمدربين وجميع المستويات يستغل خسارة الأهلي أمام بالميراس لإخراج حقده وغله من الأهلي في التلفزيون السعودي، ويؤكد أن هذه المباراة تصف حال الكرة المصرية وإلى أين وصلت،
خصوصا أن أفضل فريق في مصر ظهر عاجزا في تنفيذ أبسط أساسيات كرة القدم من الاستلام والتسلم، ونجح مدرب بالميراس في استغلال خبرات مدرب الأهلي وترك الكرة له في الشوط الأول وضربه بكل سهولة في الشوط الثاني. ويهاجم الإعلام المصري الذي يضخم من إمكانيات بعض اللاعبين والذين يظهرون بمستوى جيد فقط أمام فرق ضعيفة في الدوري المصري، لكن عند أول اختبار حقيقي تظهر المستويات الحقيقية. أحد جماهير الأهلي معلقا على تصريحات ميدو: بتفكرني بواحد صاحبي من أيام الإعدادية، أنا نجحت وبقيت في كلية طب وهو فاشل معرفش حتى يدخل ثانوية عامة، ومع أول إخفاق ليا في كلية طب قعد يتشفى فيا ويقول إن إمكانياتي محدودة ولا طليق بهذه الكلية. عجبا لك يا زمن، خليت لناس ملهاش أي 60 لازمة مش عارفة تاخد حتى المركز الثالث في الدوري المصري ولا تصعد لدور الأبطال ولا تفوز على ستيلن بوش الجنوب أفريقي تتحدث عن الأهلي الوحيد الذي يشرف مصر خارجيا. بس تعرف يا ميدو، العيب مش عليك، العيب على الناس اللي عملت لناس فاشلة زيك ولاعب اعتزل في سن 30 عام قيمة وخليته يدير نادي كامل عشان يتصدر المشهد. أحمد بلال نجم الأهلي السابق يؤكد أن اللياقة البدنية ليست مبرر للظهور بهذا الشكل أمام بالميراس، خصوصا أنه كان يمكن للجهاز الفني التعامل بشكل أفضل وإجراء 5 تبديلات مع بداية الشوط الثاني للتغلب على هذه الأزمة وترك تبديل وحيد تحسبا لأي ظروف. وفيما يخص المباراة القادمة أمام بورتو، فبغض النظر عن وجود فرص للتأهل لدور ال16 من عدمه، الفريق مطالب بالانتصار بأي نتيجة للخروج بأقل الخسائر المالية والمعنوية، خصوصا أن الخروج متزيل الترتيب بعد كل هذه التدعيمات سيترك أثر غير طيب، وأنه لابد أن يعمل الفريق على ترك بصمة جيدة له في البطولة بنظامها الجديد، خصوصا أن الخروج بنقطة واحدة وفي المركز الأخير لا يليق أبدا بالإمكانيات المتواجدة ولا باسم الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة. أبو المعاطي زكي الناقد الرياضي يهاجم ريبيرو ويؤكد أنه مدرب ليس على قدر طموحات الأهلي تماما، واسمه لا يليق بالقدرات المتواجدة في الفريق حاليا، واختياره لم يكن موفق تماما، وإمكانياته كمدرب تليق بفرق تحاول المنافسة مثل أورلاندو وليس فرق تنافس بقوة على البطولات مثل الأهلي. وهدوء المبالغ فيه ليس لأنه مدرب هادئ بل لأنه غير قادر على استيعاب ما هو فيه، وأنه يرى على المستوى الشخصي أن الأهلي أمام سوارج جديد، ويؤكد أن ما حدث من مجلس إدارة الأهلي في اختيار هذا المدرب يشبه الشخص الذي نجح في عمل تورتة بأفضل الإمكانيات الممكنة وفي النهاية وضع عليها شطة بسبب استرخاصه، وهو ما حدث من الخطيب الذي أبرم صفقات على أعلى مستوى لكنه تعاقد مع مدرب من سوق الجمعة وغير مقنع للاعبين ولا قادر على توظيفهم. أسامة عرابي نجم الأهلي السابق يؤكد أن محمد هاني لم يكن في أفضل أحواله أمام بالميراس وإنتر ميامي، ولكن ذلك يرجع إلى عدم وجود جناح أمامه يساعده مثلما كان يحدث من عماد النحاس والذي كان يلعب معه بطاهر محمد طاهر، وأنه غير قادر على لوم اللاعب الذي ظلمته طريقة اللعب، وأنه كان لابد أن تكون هناك مساندة للاعب. هشام حنفي نجم الأهلي السابق يؤكد أنه لو كان قاد عماد النحاس الأهلي في كأس العالم للأندية لكان ظهر الفريق بمستوى أفضل وحقق نتائج طيبة، خصوصا أن المدرب الأسباني واضح من إدارته للمباريات أنه لا يعرف أي شيء عن اللاعبين ويجد صعوبة في توظيف البعض، ويؤكد أن إصابة إمام عاشور في بداية البطولة كانت مؤثرة بشكل كبير، خصوصا أنه الأهم في الأهلي الفترة الأخيرة والأكثر مساهمة في الأهداف، ويؤكد أنه كان لابد أن يقيم الأهلي مباراة ودية مع فريق كبير في القاهرة قبل البطولة والاستعداد لها بشكل مختلف، وكان الأفضل أيضا أن يخوض المدرب ودية باتشوكا بالتشكيلة الذي يخوض به مباريات المونديال لكي يحدث انسجام بين اللاعبين. أحمد رمضان بيكم بعد مواجهة الأمس: كنا نأمل في الفوز على بالميراس وحسم الصعود، ولكن لا يزال أمامنا فرصة للصعود في المباراة القادمة. لا أريد الحديث عن الأداء ولا أريد القول أن الجو لم يساعدنا، لكن إن شاء الله المباراة القادمة تكون في وقت أفضل ونحقق الفوز. المدير الفني أراد أن نهاجم وأجرى 4 تغييرات هجومية في وقت واحد أمام بالميراس لكي نصل إلى المرمى، لكن للأسف لم ننجح وانتهت المباراة بثنائية. نعد جماهير الأهلي بتحقيق الفوز في المباراة القادمة لأنها مباراة كاس ولا يوجد فيها تعادل، وهي الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا. واجهنا سوء حظ في مباراة إنتر ميامي وأهدرنا ركلة جزاء و3 انفرادات تامة، كما أضعنا فرصتين أمام بالميراس. في النهاية علينا إغلاق صفحة المباريات الماضية والتفكير في القادم.